بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده كفايه سهله جدا وبسيطه، هي تكرار سطرين اتنين بس. تنفع معانا تكون كفايه رجالي او حريمي حسب اختيار الالوان. هنشوف مع بعض الخامات والادوات اللي اشتغلنا بيها النهارده. عايزاكي بس لو بتشوفيني لاول مره يا ريت تعملي اشتراك في القناه وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك ما تبخليش علينا باللايك وسيبي لي رايك في الكومنتات. يلا نقول بسم الله نبتدي شغل مع بعض. ايه الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده؟ ان شاء الله انا هشتغل بخيط هيمالايا افري داي، وطبعا الالوان اختياريه بتختاري اللون زي ما انت حابه. وهشتغل النهارده معاه بابره كروشيه مقاس 4.5، وعايزه ابره تنظيف وعايزه مقص. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى بعملها ايه؟ ببتدي ان انا بعمل سلسله بدايه. سلسله البدايه دي تعتبر عرض الكوفيه كلها بلا عرض، يعني انا بشتغل سلسله طولها حوالي تقريبا من 170 سنتي ل 180 سنتي. انت ممكن تزودي او تقللي زي ما انت عايزه. هي الكوفيه بتاعتنا هتبقى مقفوله، فانا بفضل اشتغل عدد السلاسل دي لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه السلسله دي، بحيث ان هو العدد بتاعنا يكون عدد زوجي. يعني انا عايزه اشتغل سلاسل عددها زوجي. تمام. انا عامله هنا كده عينه صغيره. انت بقى بتفضلي تشتغلي سلاسل 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 لحد ما بتوصلي اللي هو الطول الكوفيه زي ما انت عايزه. هقفل هنا كده بمنزلقه بقى في اخر غرزه. المفروض ان دي سلسله كبيره معايا طولها حوالي 170 سنتي. بقفل بغرزه منزلقه. احنا قلنا العدد معايا بيكون زوجي. بعد كده هطلع سلسلتين ارتفاع. تمام. وسلسلتين الارتفاع دول في السطر ده انا هعتبرهم مجرد ارتفاع، يعني مش هحسبهم معايا في العدد ولا اي حاجه، واشتغل جنبهم في نفس المكان هنا كده غرزه عمود. تمام كده. همشي على السطر كله بغرز عمود. كل غرزه بتقابلني هشتغل فيها غرزه عمود. ده كده اول سطر معايا، بمشي فيه عادي خالص. كل غرزه سلسله بشتغل عليها غرزه عمود لحد ما اوصل لاخر الدايره بتاعتي اللي انا لسه قافلاها دلوقتي. خلصت كده السطر الاول بنفس الطريقه. اشتغلت في كل غرزه قابلتني غرزه عمود. هنا كده هقفل بغرزه منزلقه في اول عمود بيقابلني في راس اول عمود، ماليش دعوه بسلاسل الارتفاع. هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. تمام كده. يبقى انا كده خلصت السطر الاول. السطر التاني هطلع 4 سلاسل ارتفاع. 1 2 3 4. الاربع سلاسل دول عباره عن ايه؟ الثلاث سلاسل الاولانيين بمثابه عمود معايا، اول عمود في السطر وبعد كده غرزه سلسله. في السطر اللي فات او السطر المقفول اللي مش بيكون فيه فراغات، انا ما بعتبرش سلاسل الارتفاع معايا عمود، انا بعتبرهم مجرد ارتفاع وبشتغل جنبهم في نفس المكان غرزه عمود. لكن السطر الجديد او السطر اللي هشتغله دلوقتي ده سطر هيكون فيه فراغات، فانا بعتبر الثلاث سلاسل دول غرزه عمود وبعديهم وراهم غرزه سلسله. عشان كده ارتفعت في بدايه السطر باربع غرز سلاسل. يبقى انا كده عملت عمود غرزه سلسله قصاد غرزه السلسله. طبعا مش هشتغل هنا كده حاجه، وهسيب الفراغ اللي بعده ده قصاد غرزه السلسله. هاجي هنا الغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه عمود. بعد كده هعمل غرزه سلسله. لما بسيب سلسله فوق بسيب قصادها تحت غرزه ما بشتغلش فيها حاجه وبروح رايحه في اللي بعدها. هعمل عمود بعدين غرزه سلسله، وقصاد غرزه السلسله بسيب غرزه تحت ما بشتغلش فيها حاجه عشان اكون فراغات. بعد كده في الغرزه اللي بعدها بشتغل غرزه عمود. يعني انا بعمل عمود سلسله عمود سلسله، وتحت غرزه بشتغل فيها وغرزه مش بشتغل فيها. دي كده فاضيه واللي بعدها هشتغل فيها بالشكل ده كده. ببتدي اكون الفراغات عندي بالشكل ده. غرزه سلسله فوق، والغرزه اللي فوق دي بسيب تحت قصادها غرزه مش بشتغل فيها حاجه، وفي اللي بعدها بعمل غرزه عمود، وبكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقه بالشكل ده. اخلص السطر لحد الاخر ونرجع نكمل. خلصت السطر كده لحد الاخر، وده كده اخر عمود عندي في السطر، وبعديه برضو باخد غرزه سلسله والاقي هنا كده غرزه واحده قصاد غرزه السلسله. هقفل فين بقى؟ هقفل في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. انا كنت بادئه باربع سلاسل، هقفل في السلسله رقم 3. 1 2 3 هقفل فيها، والغرزه الرابعه او السلسله الرابعه دي اللي هي بمثابه الفراغ اللي بيكون عندي في السطر بالشكل ده كده. يبقى انا كده كونت الفراغات بتاعه السطر ده. السطر اللي بعده هيكون سطر مفيهوش فراغات، هيكون سطر مقفول زي اول سطر خالص. هطلع سلسلتين ارتفاع ومش بحسبهم معايا في العدد، وهاخد لفه على الابره واشتغل اول عمود عندي في نفس المكان اللي انا طلعت فيه الارتفاع.
بقى زي ما قلنا كده السطر المقفول اللي مفيهوش فراغات مش بحث السلاسل لارتفاع حاجه عندي في العدد، هما مجرد ارتفاع، واول عمود بيكون عندي في السطر بيكون في نفس المكان اللي انا طلعت منه ارتفاع. والسطر ده كده هشتغل في كل غرزه بتقابلني غرزه عمود، يعني فوق العمود بشتغل عمود تمام، وعند السلسله او تحت السلسله بشتغل عمود اهو. انا كده فوق العمود عمود وتحت السلسله عمود، يعني بملى كل الفراغات دي بشتغل فيها. فوق راس العمود بشتغل غرزه عمود، والفراغ اللي تحت السلسله ده كده بشتغل عليه برضو عمود بالشكل ده كده. انا بقفل الفراغات دي كلها. هنا كده فوق العمود عمود، وعند السلسله كده باجي من تحتها واشتغل برضو عمود. فوق العمود عمود برضو، تحت السلسله غرزه عمود، وبشتغل السطر ده كده عمدان لحد اخر السطر. كل غرزه او كل مكان بيقابلني بشتغل فيه غرزه عمود لحد اخر السطر. اخلصه ونرجع نكمل. هنا كده اشتغلت السطر لحد الاخر زي ما قلنا، في كل غرزه اشتغلت غرزه عمود، وهنا كده كان اخر عمود فوقيه عمود، والفراغ ده بتاع اخر سلسله برضو هشتغل عليه غرزه عمود. انا كده خلصت السطر كله بغرز العمدان. هنا في السطر ده بقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود عندي في السطر. السطر ده بتجاهل فيه سلاسل ارتفاع، وبقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود عندي في السطر. السطر الجاي هيكون سطر فراغات زي ما عملنا في السطر رقم 2. هطلع 4 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4. الاربع سلاسل الثلاثه الاولانيين بمثابه عمود ووراهم غرزه سلسله، وده هنا في السطر ده بعتبره عمود، يعني مش بشتغل في نفس المكان ده حاجه، لا هنا كده خلاص يعتبر في عمود. والسلسله بسيب قصادها هنا كده غرزه، وبروح رايحه في الغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه عمود. بعد كده باخد غرزه سلسله فوق واسيب قصادها غرزه سلسله تحت، وبعد كده بشتغل غرزه عمود علشان بكون فراغات. غرزه سلسله فوق وبسيب قصادها غرزه سلسله تحت، وفي الغرزه اللي بعدها بعمل غرزه عمود. سلسله فوق بسيب قصادها غرزه سلسله تحت، بعد كده بعمل عمود بالشكل ده كده. اكمل لحد اخر السطر غرزه سلسله فوق بسيب قصادها غرزه سلسله تحت، وبعد كده بعمل غرزه عمود. اكمل بنفس الطريقه لحد اخر السطر ونرجع نكمل. اشتغلت كده اخر عمود في السطر، وبعد كده برضو بعديه باخد غرزه سلسله، هلاقي قصاده هنا كده غرزه طبعا اللي مش بشتغل فيها حاجه، وهنا بقفل في تالت غرزه من سلاسل الارتفاع، والغرزه رقم 4 اللي هي بتبقى بمثابه سلسله عندي. ده كده كان سطر الفراغات. السطر اللي جاي او السطر اللي عليه الدور اللي هو السطر المقفول، السطر ده بطلع فيه سلسلتين بس ارتفاع، ومش بعتبرهم معايا عمود ولا حاجه في السطر، هما مجرد ارتفاع، وباخد لفه على الابره، واول غرزه عندي بتكون في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه. دي كده اول غرزه عمود. بعد كده فوق السلسله هنا بشتغل عمود، بعد كده فوق العمود بشتغل عمود، وهنا عند السلسله بشتغل عمود، وبكمل فوق العمود عمود، وبرضو عند السلسله من تحت كده بعمل غرزه عمود. هكمل السطر لحد الاخر بنفس الطريقه ونرجع نكمل. خلصت كده السطر ده والسطر المقفول ده، يعني انا بقفل السطر بتاعي في راس اول عمود، ماليش دعوه بسلاسل الارتفاع بتجاهلها تماما، وبقفل هنا كده في راس اول عمود بغرزه منزلقه، وبكمل بقى على الاساس ده بنفس الفكره وبنفس الطريقه لحد ما بوصل لعرض الكوفيه اللي انا محتاجاه. سطر بيكون مفتوح فيه فراغات، وسطر مقفول كله اعمده، والسطر اللي فيه فراغات بحسب سلاسل الارتفاع بتاعتي عندي بمثابه اول عمود، اما السطر اللي كله اعمده فانا ما بحسبش سلاسل الارتفاع عندي حاجه، هي بتبقى مجرد ارتفاع، وابتدي اشتغل اول عمود في نفس المكان. هكمل بنفس الطريقه لحد ما اوصل للعرض المناسب، بعد كده نرجع نشوف شكلها مع بعض عامل ازاي. وده كده الشكل النهائي الكوفيه بتاعتنا بعد ما خلصت. طبعا هي سهله جدا زي ما قلنا، هي عباره عن تكرار سطرين. ممكن نشتغلها كوفيه مقفوله زي ما اشتغلناها مع بعض في الفيديو، وممكن نعملها كوفيه مفتوحه زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى نعمل لها اضافه، مثلا نركب لها شراشيب، او نشتغل عليها من الجنبين سطور حشو نزود بيها من الجنبين زي ما انت حابه. وطبعا بقى تقدري تغيري في الفينش او في الشكل النهائي زي ما يعجبك. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو النهارده عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه مع اصحابك وتسيبي لي رايك في الكومنتات، وباذن الله نتقابل على خير قريب في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.